اهلا بيكم، معاكم مغازي. رجعنا للسلسلة المفضلة لينا، سلسلة افضل 5 افلام مصرية لكل سنة من سنين الالفية الجديدة. النهاردة هنستعرض افضل 5 افلام مصرية سنة 2011 من وجهة نظري. ما تنسوش الاشتراك عشان يوصل لكم الحلقات الجديدة، ويلا بينا نبدأ. الفيلم الخامس فيلم صرخة نملة، اتعرض يوم 2 يونيو سنة 2011، اخراج المخرج سامح عبد العزيز وتأليف الكاتب طارق عبد الجليل. الفيلم بيحكي حكاية جودة المصري، شاب بسيط راح العراق عشان يدور على لقمة عيش، لكنه رجع مكسور بلا شغل وبلا كرامة، وسط دهشة كل اللي حواليه اللي كانوا متأكدين انه مات او اتعزى فيه فعلا. من اللحظة دي بنبدأ معاه رحلة في قلب الفساد اللي بينخر في جسد الدولة. جودة مش ملاك، بالعكس ساعات بيشارك في الفساد عشان يعيش، لكنه في نفس الوقت بيحاول يفضح اللي بيحصل حواليه بصوته وبسخريته وبتمرده. الفيلم اتكتب وتصور قبل ثورة يناير، وبالتالي لما حصلت الثورة السيناريست عدل النهاية وركب مشاهد من ميدان التحرير بشكل خلى الثورة باينة انها دخيلة على القصة مش نابعة منها. السيناريو كان ممكن يبقى اقوى، خصوصا ان الفيلم بيحاول يبقى اول عمل يعبر عن الثورة، لكنه اكتفى انه يركب موجتها ومن غير ما يقدم تحليل حقيقي ليها، وده فرق كبير بين انك تشاور على الثورة او تعبر عنها. المضمون السياسي فضل ماشي على نفس تيمة افلام التسعينات، اللوم كله على الحكومة من غير حتى ما نلمح للرئيس، وده معروف بسببه الرقابة اللي كانت موجودة وقتها. لكن اللي فعلا شايل الفيلم على كتافه هو عمرو عبد الجليل. أداؤه كان عبقري خاصة في المشاهد الدرامية، وده بيأكد انه مش مجرد كوميديان، لكنه ممثل تقيل بيقدر يشيل فيلم لوحده. اسلوبه المميز في إلقاء الإفيهات بشكل تلقائي وطريقته في التعبير خلوا جودة المصري شخصية صعبة تتنسي. وشارك معاه في الأداء الممتاز أحمد وفيق اللي قدم شخصية الشاب الثائر بصدق، وخلانا نصدقه ونصدق انه ممكن يكون صوت من أصوات الشعب الغاضب. الفيلم كمجمل فني مش سيء، على المستوى الدرامي هو ممتع ومؤثر، لكن على المستوى السياسي هو مش اكتر من محاولة للتمرد بشكل مأمون. واهم ما فيه انه بيديك لمحة عن عالم الغلابة اللي عايشين تحت خط الفقر وعن قهر الدولة البوليسية، لكن من غير ما يتورط في مواجهة حقيقية مع السلطة. في النهاية فيلم صرخة نملة فيلم ممتع، لكنه مش ثوري، اقرب لصرخة مكتومة من جوه النمل. الفيلم الرابع فيلم اكس لارج، اتعرض يوم 2 نوفمبر سنة 2011، اخراج المخرج شريف عرفة وتأليف الكاتب ايمن بهجت قمر. اكس لارج من الافلام اللي بتجمع بين الكوميديا والتراجيديا بشكل حساس وبسيط، وبيطرح قضايا نفسية واجتماعية كتير من الناس بيعيشوها، لكن قليل قوي لما حد يقدر يعبر عنها بالشكل ده. الفيلم من بطولة احمد حلمي اللي بيجسد شخصية مجدي، شاب طيب ودمه خفيف، لكنه بيعاني من الوحدة بسبب السمنة الزائدة اللي خلت كل اللي حواليه يشوفوه كصديق ظريف مش اكتر، مش كراجل ممكن يتحب ويتحب عليه. القصة بتبدأ بشكل خفيف، بنشوف مجدي وهو عايش يومه وسط أكل كتير وضحك كتير وصحبات كتير، لكن كل واحدة فيهم بتعتبره مجرد كتف تبكي عليه من غير ما تبص له كبني آدم عنده قلب واحتياج. أحمد حلمي قدر يجسد ده بأداء صادق جدا، بنظرات عينيه قبل كلامه وبحركات جسمه اللي كلها انكسار وإحساس بالدونية، وحتى هو بيضحك اللي حواليه. التحول الجوهري في القصة بيجي لما دينا اللي لعبت دورها الفنانة دنيا سمير غانم صديقة الطفولة ترجع لحياته فجأة. هنا مجدي بيبدأ يحس إن ممكن يكون في فرصة للحب، لكن الصدمة بتكون عنيفة لما بيكتشف إنها شايفاه كحالة دراسة بتكتب عنها بحث في الجامعة. الجميل في الفيلم إنه مش بيجلد الناس التخينة لمجرد إنهم بياكلوا كتير، لكن بيوضح إزاي الأكل ممكن يكون ملجأ نفسي وسند في وقت الوحدة. أحمد حلمي استخدامه للمكياج والبادي لانجوج كان مذهل، سواء في طريقة مشيه أو جلوسه أو حتى حقنة الأنسولين اللي ما كانش بيعرف يوصل لها. الفيلم كمان فيه أداءات تمثيلية ممتازة، خصوصا إبراهيم نصر في دور الخال اللي قدم مشاهد عاطفية بعمق كبير. في النهاية فيلم اكس لارج مش فيلم عن التخان ولا عن الأكل، لكنه فيلم عن الاحتياج للحب والقبول والاحتواء. الفيلم الثالث فيلم الشوق، اتعرض يوم 5 يناير سنة 2011، اخراج المخرج خالد الحجر وتأليف الكاتب والفنان سيد رجب. الفيلم مش بس حكاية ام فقيرة بتحاول تنقذ عيالها، لكنه مراية صدمة للواقع الاجتماعي في مصر في وقت معين، تحديدا لفئات مهمشة ما بتظهرش في السينما كتير او بتظهر بشكل مشوه وسطحي. الفيلم بيشتغل على مستوى اعمق من مجرد قصة مأساوية، وبيقدم رؤية قاسية ومجردة للحياة في الهامش، الحياة اللي ما فيهاش بطل ولا نهاية سعيدة. احداث الفيلم بتدور ما بين الاسكندرية والقاهرة، مش كمدينتين بس، لكن كرمزين للهروب والبحث عن فرصة. لما الأم فاطمة اللي بتقدمها ببراعة الفنانة سوسن بدر بتسيب اسكندرية وبتسافر القاهرة عشان تتسول، احنا قدام رحلة أشبه بالجحيم، رحلة بتفكك مفهوم الكرامة في مواجهة الحاجة. الشوق بيعتمد على أسلوب بصري شديد الواقعية، مفيش تجميل، مفيش موسيقى درامية بتخليك تتعاطف بالعافية، لكن في كاميرا بتتسلل جوه البيوت الضلمة والشوارع المتهالكة والوجوه الباهتة، وبتحكي بصمت عن الفقر كوحش بياكل كل حاجة حلوة. المشاهد الخارجية كتيرة والإضاءة خافتة، وكأن الفيلم كله
متصور تحت سحابة سوداء، وده مقصود طبعا عشان يخليك تحس بالقهر. الجميل في الفيلم انه مش بيعتمد على الخطابة او العبارات الجاهزة، مفيش حد واقف يشرح ان الدولة مقصرة او ان المجتمع قاسي. العجز بيتقال في النظرات، في صمت الشخصيات، في موت الطفل اللي كان ممكن يعيش لو في تأمين صحي. المأساة مش بس في الحدث لكنها في الاعتياد على الكارثة، وكأن كل حاجة بتموت جوه الناس واحدة واحدة. كمان الفيلم بيشتغل على نقد غير مباشر لغياب المؤسسات، مفيش شرطة، مفيش حكومة، مفيش دولة أصلا في الفيلم، وكأن الفقر هو الحاكم الفعلي، هو اللي بيقرر مصير الناس. الشخصيات كلها بتتصرف بمبدأ عيش النهاردة، وده بيخلي الفيلم مش بس عن الفقر المادي لكن كمان عن الفقر الأخلاقي والمعنوي اللي بينتج عنه. في النهاية فيلم الشو مش معمول عشان تتسلى، لكنه معمول علشان تفتكر إن في ناس عايشة يوم بيوم وسط تجاهل ووسط موت بطيء ووسط مجتمع نسيهم تماما. ومن هنا قوة الفيلم الحقيقية. الفيلم الرابع فيلم أسماء، اتعرض يوم 7 ديسمبر سنة 2011، تأليف وإخراج عمرو سلامة. الفيلم من أول مشهد بنقابل فيه أسماء مريضة الإيدز في جلسة دعم نفسي مع دكتور هادي وسط مجموعة بتعاني من نفس المرض. المشهد ده بيقدم لك الجو العام للفيلم، ناس بتتحدى الوصمة، تحاول تعيش مش بس تنجو، ووسطهم كانت أسماء دايما هادية وساكتة، لكن السكون ده كان مليان صراخ داخلي. قصة الفيلم مبنية على قصة حقيقية، وده بيضيف لها عمق أكبر، لأنك وانت بتتفرج بتحس إن اللي بيحصل ده مش خيال، دي معاناة حقيقية اتعاشت وممكن تكون لسه بتتعاش لحد دلوقتي. أسماء مصابة بالإيدز من غير ما ترتكب خطيئة في نظر المجتمع، الإصابة كانت من جوزها اللي مات وسابها تواجه الدنيا لوحدها، لكن المجتمع مش بيفرق، مجرد سماع كلمة إيدز بيخلي الناس تبعد وتدين وتحكم حتى لو كانوا دكاترة المفروض يعالجوها. المجتمع في الفيلم مش بس متهم، ده كمان شبح بيطارد أسماء في كل حتة، من شغلها لجيرانها لأهلها، وحتى في المستشفى اللي رفض يعمل لها جراحة بسيطة في المرارة عشان بس عندها ايدز. في المقابل كان في ناس بتدافع عنها زي دكتور هادي والمذيع محسن اللي برضه كان عنده مصالحه بين ضميره وحب الظهور الإعلامي. الفيلم بيتقدم في خطين سرديين، خط في الحاضر وخط في الماضي، بيكشف لك تدريجيا سبب إصابتها وعلاقتها بجوزها وازاي اتجوزته وحياتها معاه. الحكي الموازي ده بيخليك دايما متوتر مستني تعرف الحقيقة الكاملة، وفي نفس الوقت بيخليك تتعاطف معاه بزيادة. واحدة من أقوى لحظات الفيلم هي صمت أسماء، سكوتها عن الحكاية مش عجز لكنه اختيار. كانت بتحاول تحمي بنتها حبيبة، ولما اتكشفت الحقيقة كان لازم تاخد القرار الصعب، تطلع في التلفزيون وتكشف وشها، تقول انها مريضة بالايدز. اللحظة دي مش لحظة فتح، دي لحظة نصر، لحظة انتصار على الخوف والعار والسكوت. أداء هند صبري كان هايل، قدرت توصل مشاعر معقدة جدا من غير ما تتكلم كتير، والإخراج كان هادي وبسيط، والموسيقى والإضاءة حتى الأماكن اللي اتصورت فيها المشاهد كلها خدمت الفكرة الأساسية. اسمها مش فيلم عن المرض لكنه فيلم عن الوصمة، عن ازاي ممكن المجتمع يظلم حد بس لأنه مش فاهم، عن ان الصمت أحيانا بيكون أعلى صوت. الفيلم الأول معانا مش فيلم روائي لكنه فيلم تسجيلي وثائقي، فيلم تحرير 2011، الطيب والشرس والسياسي، اتعرض يوم 7 ديسمبر سنة 2011. واحد من أنضج وأجرأ المحاولات السينمائية اللي وثقت ثورة 25 يناير بشكل مختلف وذكي، 3 مخرجين و3 وجهات نظر و3 زوايا لرؤية حدث غير تاريخ مصر، من جوه الميدان ومن جوه أقسام الشرطة ومن جوه مكاتب السياسيين. الجزء الأول الطيب للمخرج تامر عزت، بياخدنا في رحلة جوه قلب ميدان التحرير، وبيقدم لنا ناس عادية من خلفيات مختلفة بس كان عندهم حلم واحد. بنت زي نازلي من الطبقة الوسطى أول مرة في حياتها تنزل مظاهرة، بتلاقي نفسها بتواجه واقع مر، وشاب من الإخوان المسلمين اتحول من الشك لليقين بعد ما شاف حشود الناس. دكتور شاب قرر يسيب العيادة ويأسس مستشفى ميداني، ومصور شاب ساب منحة في الدنمارك عشان يوثق اللحظة. كله بيحكي بنبرة صادقة وقريبة من القلب عن لحظات مفرحة ومؤلمة ومليانة أمل وخوف في نفس الوقت. الميدان بيظهر كأنه جمهورية مستقلة لها قوانينها وشخصياتها وأبطالها. الجزء الثاني الشرس للمخرجة أيتن أمين هو الأكثر صداما وجدلا. بنشوف فيه رجال الشرطة مش كأشرار كرتونيين لكن كبشر، بعضهم متعاطف وبعضهم مبرمج وبعضهم غاضب ومش فاهم هو بيحارب مين وليه. واحد بيقول انه شاف مصر كلها واقفة ضده، واحد تاني شايف ان الثورة كانت مؤامرة، وظابط سابق في امن الدولة اعلن استقالته واعترف ان النظام ضحى بالجميع عشان يفضل ماسك في الكرسي. ايتن بجراءة نادرة قابلت وسألت واستفزت وطرحت سؤال كبير، مين فينا بجد كان عارف الحقيقة؟ الجزء الثالث السياسي لعمرو سلامة بيكمل الصورة من فوق من عند اصحاب الكراسي، وبيطرح بمنتهى السخرية والذكاء سؤال مهم، ازاي الواحد يبقى ديكتاتور؟ من خلال مقابلات مع شخصيات سياسية مؤثرة زي البرادعي
والأسواني وبلال فضل وحسام بدراوي وغيرهم. بيورينا الفيلم ازاي النظام كان متماسك بمصالح متشابكة، كله بيدور في فلك واحد ازاي نحافظ على السلطة، لكن كمان بيكشف لحظات التردد والخوف، المفاجأة اللي خلت الكل يتخبط في لحظة الحقيقة. تحرير 2011 مش بس فيلم تسجيلي، دي شهادة حية من قلب الثورة، بيعرض الثورة من كل الزوايا، الثائر والقامع والمراقب. 3 أجزاء رغم اختلافها متكاملة بشكل مدهش، وكأنهم بيرسموا بانوراما حقيقية لحدث غير مسبوق في تاريخ مصر. فيلم بيخليك تفكر وتتأثر وتراجع كل اللي كنت فاكره عن الثورة، مش بس وثيقة مهمة لكنه درس في السرد والإنسانية والسياسة والألم مع الأمل. ما تنسوش تتفرجوا على الحلقات اللي فاتت من السلسلة، واستنوا في الحلقة الجاية عشان نستعرض مع بعض أفضل أفلام سنة 2012. قولولي في الكومنتات ترتيبكم الشخصي الأفضل للأفلام، ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. واستنونا في الحلقة الجاية. سلام.